تعالوا نعمل الايس كريم في الجو الحلو ده. يلا بينا نشوف المكونات السهلة الجميلة وبمكونين بسيطين جدا. ما عملتش حاجة كتير وبأسرع طريقة وأسهل طريقة، وهتاكلي أحلى ايس كريم. يعني مش هتصدقي أنا عملته ازاي. بصوا دلوقتي أنا هجيب في بولة كده لتر لبن، ومعاه 5 معالق نشا. وطبعا عايزه تحطي سكر لازم، يعني حسب انت ما انت عايزه، يعني نص كوبايه سكر مثلا. ومعانا فانيليا، وهنرفعه على النار. هو بيكون قوامها خفيف زي ما انتم شايفين كده، شبه المهلبيه بس القوام خفيف جدا. تمام. دلوقتي انا مفرزنه الفاكهه عندي. ده كانتالوب، ودي موز، وفي التلاجة سهل جدا، بقطعه واحطه في الفريزر. والفراولة عايزة تجيبيها جاهزة او انتي مفرزناها عندك براحتك. دلوقتي انا عندي دلوقتي كوبايه كريم شانتيه كبيره، ومعايا نص كوبايه لبن باودر. وهو طبعا محلى. البلندر عندك او اي مضرب بيد او بايدك، هنضرب بقى الكريم شانتيه لحد ما يعمل معانا كده، يمسك نفسه، يمسك قوامه زي ما انتم شايفين كده. وانا بحط اللبن شويه شويه علشان يمسك مع نفسه. دلوقتي طبعا لما المهلبيه بردت خالص خالص خالص، حطيتها على الكريم شانتيه وضربتهم في بعض وعملوا معانا القوام ده. انا هاخد بقى الفاكهه المجمده بتاعتي واحطها في الكبه وافرمها عادي جدا. طلع معايا بالقوام السهل ده ومجمد، عامل زي بالظبط لما يعني التلج مع الفاكهه كده. فحط بقى كميه من الخليط اللي احنا عملناه كريم شانتيه ومهلبيه، نضيفه على الفاكهه ونضربه بالبلندر كده مع بعض ونخلطه. بس هو ده الايس كريم، تحفة جدا وبطعم الكنتالوب، يعني ما تحتاجيش حاجة من بره. هنضيفه في اي علبة عندك جاهزة وتدخليه الفريزر. نفس الكلام بالنسبة للفراولة، برضو هحطها في الكبة مجمدة كده واضربها، هتعمل معانا القوام ده زي الاسموزي كده. وبعدين هنضيف جزء من اللي احنا عملناه بقى بعد ما يبقى زي السموذي كده، والطريقة معانا ونخلطهم برضو بنفس الطريقة. هكون مجهزة معايا لون، يعني لو انت عندك متوفر اللون الفوشيا ده بقى مع الفراولة، هيديكي لون جميل جدا جدا جدا. وده يعني حاجة جذابة كده للأطفال، يقبلوا عليها ويحبوا ياكلوا آيس كريم. فانا خلطته دلوقتي واداني اللون الجميل ده. انا حاطه اللون الخفيف، يعني انت عايزه تقلي براحتك. وبرده في عبوه كده جاهزه عندك، هتنقليه وتدخليه الفريزر. وسهل جدا جدا جدا، ما فيهوش اي مشكله، ما فيهوش اي، يعني عايزه اقول لك عملته بسهوله. دلوقتي بقى بالنسبه للموز نفس الطريقه كده، هاخده واضربه في الكبه بتاعتي لحد ما يبقى زي الاسموزي كده مع التلج، تحفه جدا وساقع جدا. حط باقي الخليط الكريم شانتيه والمهلبيه. طبعا احنا حاطين فانيليا في الخليط بتاعنا ده علشان برضو نعزز الطعم. وهنخلط الكميه. انا هنا بالنسبه للموز كان معايا لون اصفر، ضفته وهيخلي اللون طعمه شكله حلو قوي وطعمه حلو قوي. يعني حاجه بتعززي بيها اللون بتاعي، جميل جدا. وبرضو هنقلها في عبوه واخليها في الفريزر اقل حاجه 4 ساعات. انا طبعا بيتها ليله، ويفضل يعني براحتك لان ده ايس كريم، براحتك عايزه تحطيه يعني بيفضل في الفريزر على طول، تطلعيه تستعمليه وترجعيه تاني الفريزر. يعني بصوا بعد ما اتجمد، هايل، تحفه جدا والله وجميل جدا، وفي البيت وبمكونات بسيطه، ما جبتيش حاجه من بره ولا زودتي اي حاجه. وهتبدأي بقى ان انتي ايه، تطلعيه بقى بالبولة بتاعت الايس كريم، تسحبي منه وفي الكاسات بتاعتك وتقدميه لضيوفك، تقدميه لولادك. يعني حاجة جميلة جدا. يعني عايزة اقولك بجد 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 بترطب وسقعة، والجو الحر ده بنعمل احلى حاجة احنا بنوفرها للولاد عندنا. وفي قيمة غذائية، خدتي الفاكهة فريش واستعملتيها، ما استعملتيش اي مواد صناعية خالص. جميل جدا، في لبن، يعني مفيد ومغذي في كل الاوقات. بصوا شكله حلو ازاي. والفراولة بتاعتنا برضو طعمها حلو قوي. عايزة اقول لكم يعني احلى ايس كريم هتاكلوه، جربوا طريقتي مش هتندموا، يجنن يا جماعة. انا يعني عايزة اقول لكم باكل منه على طول،
لان طعمه حلو جدا جدا جدا. وكفايه ان هو بيبقى معمول فريش وبمواد طازه، مش جايب اي حاجه مصنعه من بره، مش جايب اي حاجه زياده. وبالهنا والشفا ليكي ولولادك. يا رب يكون الفيديو مفيد واستفدتوا منه. انا هدفي ان انا الافاده طبعا. ويا رب يكون عجبكم. ده الموز كله طعمه حلو وشكله حلو. وبالهنا والشفا. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس عشان ينزل لكم كل جديد. ودعمونا باللايك برضو يا جماعه، علشان يعني ايه، انا بتعب قوي في الفيديوهات والله. يعني اتمنى ان انتوا تشجعوني، ولما الاقي تشجيعكم كده هنزل لكم فيديوهات تانية احلى. ولو عايزين حاجات معينه برضو تكتبوا لي في الكومنتات.